اخواني الكرام، القرآن طبعا يكذب سحرهم للنبي، والدليل على ذلك قوله تعالى: فسيكفيهم الله. وكان النبي صلى الله عليه وآله يعلم الناس التحرس من السحر، وقال النبي صلى الله عليه وآله، والدليل على ذلك قال النبي صلى الله عليه وآله: من قرأ سورة الجن لم يصبه في الحياة الدنيا شيء من أعين الجن ولا نفثهم ولا سحرهم ولا كيدهم. وهذا الكلام موجود عندنا في كتاب ثواب الأعمال صفحة 148، وكتاب مكارم الأخلاق صفحة 365، وتفسير مجمع البيان الجزء الخامس صفحة 365. طيب، هنا يأتي سؤال: من اختلقت قضية الجنون للنبي؟ اتهمت عائشة رسول الله صلى الله عليه وآله بالجنون بطرق ماكرة وحاقدة، إذ جاء عن عروة بن الزبير، وقلنا أن خالته هي عائشة لأن أمه هي أسماء، إذ جاء عن عروة عن عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يريد أن يلقي بنفسه من حالق جبل. الحالق أخواني في اللغة معناها الجبل المرتفع الذي لا نبات فيه، قائلا صلى الله عليه وآله إن الأبعد يعني نفسه لشاعر أو مجنون لا تحدث بها عني قريش أبدا. وهذا أيضا ذكر في الطبقات الكبرى لابن سعد الجزء الأول صفحة 129 و130، ومختصر تاريخ دمشق لابن عساكر أيضا، وتاريخ الطبري الجزء الثاني صفحة 48، والقاضي عياض الجزء الثاني صفحة 102، وفتح الباري الجزء الثاني عشر صفحة 318. وفي يوم شهادته صلى الله عليه وآله قال عمر وصحبه لرسول الله إنه يهجر. ويهجر يعني أي معناها يتكلم بدون عقل ولا وعي، أي يهذي ويتخبط كالمجنون والعياذ بالله. فقال النبي لعائشة وحفصة وسودة في يوم رزية الخميس: إن كنا لصواحب يوسف. وأرادت عائشة أن يكون صوتها وصوت أصحابها في بيت رسول الله له أصل ناطق من فم النبي، فاختلقت حديث رغبة النبي في الانتحار من قمة جبل عالية. وقال تعالى عن الكافرين: ويقول إننا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. ووجد الأمويون في هذا الحديث أمنيتهم الموعودة فنشروه في كل مكان وزمان، لأنه يشكك بنبوة الخاتم صلى الله عليه وآله، ويفصح عن عدم معرفته برسالته وعدم انتظاره لها. ومنها أخذ أنس بن مالك وباقي رجالات البلاط الأموي. وعاشت عائشة بعد النبي 50 سنة تقريبا قضتها بوضع أحاديث في رغبة النبي بالانتحار لأنه مسحور، ووقوع رسول الله صلى الله عليه وآله ضحية للسحر اليهودي كما ذكرنا، ولعنه وسبه الصحابة دون سبب عقلائي وعدم معرفته بتلقيح النخيل كما ذكرنا بالسابق، فأحدث مشكلة زراعية وغذائية للحط من منزلة سيد البشر، بينما ذكرت فضائل لا أساس لها للأول والثاني. ونكمل إن شاء الله بجزء 24.